مجال التدوين او البلوغين بيزنس واش بصح باقي فيه ما يدار في 2026 او لا؟ غادي نجاوبك وغنقول لك بان التدوين لا زال تعتبر هو ملك المحتوى على الانترنت، وبزاف ديال الناس كيحققوا منه مبالغ هائله عبر التدوين. كاينين منه كيحقق الاف الدولارات وحتى ملايين الدولارات بالنسبه للمواقع الكبيره. السؤال اللي خاصك تطرحه على راسك كيفاش حتى انت تقدر تحصل او توصل بحال هذا الهدف هذا. الفيديو ديال اليوم غادي نشرح لك كيفاش تبني حتى انت موقع الكتروني او مدونه الكترونيه بطريقه صحيحه، وغادي نختاروا المنصه ديال البلوجر حيت هي افضل خيار بالنسبه للمبتدئين، سهله بسيطه ومجانيه بالكامل. غادي نشرح لك اشنا هما الحوايج اللي خاصك تركز عليهم واشنا هما الحوايج اللي خاصك تتفاداهم باش حتى انت تقبل على برنامج ديال جوجل ادسنس، باش تحصل من بعد على واحد دخل مادي او عائد مادي عبر التدوين. غادي نوريك كيفاش تكتب واحد المحتوى بالذكاء الاصطناعي ومع ذلك انه يبقى مقبول عند جوجل. وملي كنذكروا جوجل كنذكروا المعايير ديال الاس اي او تحسين محركات البحث، وكنذكروا حتى المعايير اللي هي كتركز عليها عند القبول ديالك او المقبول ديال المدونه ديالك على جوجل ادسنس. باش ما نطولوش في هذه المقدمه، جيب واحد القهوه وركز معايا مزيان حيت كميه ديال المعلومات اللي غنعطيك في هذا الفيديو قصير الناس بزاف كتبحث عليها بالاشهر، وكاين اللي كيخلص عليها دورات مدفوعه باش كيحصل عليها. وقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا اللايك سبسكرايب والشير، ويلا نبداو في الشرح ديال الفيديو ديالنا. اول حاجه غادي نتوجهوا المتصفح ديالنا كيف ما كان كروم، اج ولا اي متصفح كيف ما كان نوعه. غادي نمشيو ونبحثوا على بلوجر بالعربي، نديروا هكا ونحاولوا نكتبوا بالعربيه بحال هكا. علاش؟ باش طلع لنا اول نتيجه باللغه العربيه، حيت المنصه ديال البلوجر كتبقى ديما كتطلع هي باللغه الانجليزيه، وغادي تضطر انك دير واحد التعديلات على الجيميل ديالك باش يلا تطلع لك بالعربيه. نضغطوا على اول خيار، وكيف ما كتشوفوا هذه الصفحه الرئيسيه ديال المنصه ديال البلوجر. هنا كاينين هاد الخصائص والامتيازات او المميزات اللي كتميز بها هذه المنصه. غنديروا التسجيل سواء من انشاء مدونتك سواء غادي نمشيو هنايا راهم من التسجيل، نضغطوا على انشاء مدونتك بحال هكذا، وغادي نختاروا الجيميل ديالنا. غادي نمشيو لهنا انشاء مدونتك باش نديروا اول مدونه ديالنا. اختاروا الاسم ديال المدونه ديالنا. انا غادي نحاول نختار المجال ديال السيارات كمثال وصافي. نتوما ملي غتبغيو تختاروا اي مجال تخدموا عليه ضروري ما تركزوا على الاسم يكون مناسب مع المجال ديال ديال التدوين ديالكم او ديال المحتوى ديالكم. غنضغطوا على التالي بحال هكذا، ومن هنا غادي نختاروا الاسم ديال ديال العنوان او اسم النطاق ديال المدونه ديالنا. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي ناخذوا الاسم ولكن غادي يكون متبوع ببلوك سبوت دوت كوم. علاش؟ حيت بلوجر كتعطيك او كتوفر لك اسم نطاق مجاني وحتى استضافه مجانيه اللي هما بالاساس تيكونوا مدفوعين عند اغلبيه ديال الشركات. غنختاروا اسم ديالنا بحال هكا. غير هي واحد القضيه غنشير عليها ثاني قبل ما نبداو او قبل ما نختاروا الاسم ديالنا، هو ان ضروري ولا بد ما تشريو واحد اسم نطاق اساسي قبل ما تدفعوا لجوجل ادسنس. دابا انا غنعطيكم كل حاجه كل مرحله غادي نوقفوا عليها غنعطيكم الشرح ديالها، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم الا كان هذاك عامل اساسي في القبول ديالك على جوجل ادسنس. تفهمنا؟ حاولوا تركزوا معايا. هنايا كيف ما قلت لكم هنا غادي نختاروا اسم النطاق اللي هو كنشوفوه الفوق بحال هنا جوجل سيرش كونسول، جوجل اناليتيكس، امازون بوان كوم، جوجل بوان كوم، جيميل بوان ام ا. هادو كلهم اسماء نطاقات ولكن كيتسموا اسماء نطاقات رئيسيه. هنايا كيتسمى اسم نطاق فرعي او سب دومين. تفهمنا؟ غنختاروا اسم كيف ما قلت لكم يكون كيتماشى مع المجال اللي غنخدموا فيه. يقول لنا غير متاح، نحاول ناخذ شي مثال اخر بحال هكذا لهذه المرحله هذه. كيف ما كتشوفوا ها هو العنوان متاح. نتوما كيف ما قلت لكم حاولوا ديما تاخذوا عنوان يكون في المجال ديالكم، يكون قصير ويكون قد ما كان يكون في مثال عنده واحد الانعكاس على ذاك المجال اللي غتخدموا فيه، هذاك النيش اللي نتوما خصكم تخدموا عليه. فهمنا؟ كيف ما هذا غنديروا حفظ من بعد. ودابا ها هي المدونه ديالنا نشات او دابا اول مرحله تجاوزناها. هنايا كتشوفوا هذه القائمه اللي على اليمين انا غادي نشرحها لكم وغنشرح لكم كل حاجه كتبان لكم في الصفحه. هنايا كيف ما قلت لكم هنا اسم المدونه ديالكم او المدونات اللي عندكم تقدروا ديروا 10 20 الا قدرتوا على الاداره ديالها. من بعد كاين المشاركات اللي هما هادو. المشاركات هو المحتوى اللي عندك على هذه المدونه او الموقع ديالك.
يعني سواء كانوا مقالات أو محتوى آخر. هنايا الإحصاءات، هنايا كتشوف يعني عدد المتابعين، عدد المشاركات اللي عندك وعدد التعليقات. اشنو معناتها؟ يعني هنا فين كتشوف هذيك الداتا اللي تابعة الموقع ديالك أو المدونة ديالك. وهنا بالمناسبة الناس اللي خدامة في التدوين أو ديجا جربات أو ديجا خدامة يعني بلوجر عارفة بأن هاد الإحصاءات اللي هنايا ما كتكونش دقيقة 100%. وداك الشيء علاش الناس كلهم ملي نديروا يعني الإنشاء ديال المدونة، أول حاجة ولا أول مرحلة كيديروها من بعد، وتا هاد المرحلة حتى هي مهمة وعامل رئيسي أنها ديرها قبل ما تدفع لجوجل أدسنس، هي تربط المدونة ديالك أو الموقع ديالك مع جوجل سيرش كونسول وجوجل أناليتيكس. من هنايا التعليقات، التعليقات هما التعليقات اللي عندك يعني على الموقع ديالك، أي واحد دار شي تعليق راه غادي يظهر لك هنايا. هنايا الأرباح، الأرباح هنا فين غادي نربطوا يعني المدونة ديالنا مع جوجل يعني جوجل أدسنس من بعد. ولكن هنايا ما يمكنش غادي نربطوا مدونة اللي باقا جديدة، ضروري ما يتجاوز واحد 25 مقال، 20 25 للفوق، باش يلاه ديك الساعة ملي تبدا انت لجوجل أدسنس ضروري يعني ديك الساعة تشوف أن عندك شي محتوى ويكون واحد عدد الزيارات قليل. أنا كنقول لكم هكا باش تضمنوا يعني النسبة الكبيرة باش تنجحوا أو باش يعني تجاوزوا هذيك المرحلة ديال جوجل أدسنس. الربط ديال هذا الشيء كامل، هذا الربط ديال الحساب او جوجل سيرش كونسول او جوجل اناليتيكس، راه غادي يكونوا في دي فيديوهات يعني منفصلين سيباري. علاش؟ حيت الا درت الفيديو كامل على بلوجر راه غادي يكون فيه بالساعات. الوغ باش نقسموا وباش ما يكونش ثقيل عليكم يعني حتى في ناحيه الفراجه ولا من ناحيه الفهامه، حاولت نقسمهم يعني غيكونوا في واحد يعني ديال سميتها واحد البلاي ليست اللي كاينه في القناه ديالي، اللي غتلقاو فيها خاصه غير بالبلوجر، وغتدخلوا ليها كل حاجة عندها علاقة ببلوجر راه غادي تكون تما. هنايا غنلقاو الصفحات، الصفحات كاينين يعني أنواع ديال الصفحات. تقريبا اللي كاينين يعني كيتصنفوا على جوج أنواع ديال الصفحات. الصفحات الأولى هي الصفحات الرئيسية اللي كنلقاوها هي في المثل منحن، هذيك ديال الخصوصية وشروط الاستخدام وفي مثل اتصل بنا. وحتى هادو غتلقاو كيفاش تجينيريهم يعني بواحد الطريقة صحيحة اللي ملي تشوفهم جوجل تقبل عليهم 100%، وحتى هما ضروري وأساسيين يكونوا عندك في الموقع ديالك. بالمناسبة ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس باش ديما يبقى يوصلكم الجديد، حيت غادي نبارطاجي معكم يعني يعني واحد المحتوى اللي غيفيد بزاف ديال الناس. يعني الناس اللي كتوجه للانترنت باش تقلب على واحد البيزنس اونلاين تخدم عليه، راه غادي نبارطاجي معكم بزاف ديال المعلومات، لا سواء في البلوغين في افيليت ماركتينغ، سواء في يعني في السي بي اي، حتى في السوشيال ميديا، يعني بزاف د الحوايج غادي نبارطاجيو معكم. فهمنا؟ بالنسبة للتنسيق، هو كل ما كيخص أي حاجة تقدروا تقادوها، تنقصوها، تزيد تضيفوها على الموقع ديالكم أو الثيم ديال الموقع ديالكم. كيف ما كتشوفوا هنايا بحال هاد الأمثلة ديال المواقع يعني باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، يعني أي حاجة كتقدر تقادها على الموقع كدار من هاد القسم هذا ديال التنسيق. وهنايا كاينين شي أمور اللي كيداروا عبر التفعيل أو عدم تفعيل الخاصيات، وكاينين شي أمور اللي كتكون شوية متقدمة راه كدار يعني بلغة ديال HTML أو لي كود ديال HTML. كيف ما كتشوفوا بحال هنايا نقدروا أننا نضيفوا عدة خاصيات بحال قائمة الروابط، المشاركات، المراسلات النصية، إضافة الصور على الشريط الجانبي، التصنيفات حتى هما إلا كنتي بغا تضيفهم لتحت ولا الفوق ولا في الجنب، يعني أي حاجة، قائمة المدونات اللي عندك، يعني أي خاصية كيف ما كتشوفوا في المواقع الكبيرة غتقدر تتحكم فيها من هذا القسم ديال التنسيق. أن واخا بلوجر يعني كيبقى مجاني وكيبقى بالنسبة للمبتدئين، ومع ذلك أنه مخصص واحد يعني واحد القائمة ديال التخصيصات اللي الصراحة كتخلي الموقع أو المدونة ديالك تبان في المستوى. والمظهر كيف ما كتشوفوا هو هذا، يعني من هنا كناخذوا حنا التام ديالنا. ولكن كيف ما كتشوفوا بحال هذا المظهر اللي كاين عند يعني اللي موفره لك بلوجر مجاني، الصراحة ماشي في المستوى، يعني كما كنقولوا حنا old school، يعني شي حاجة اللي قديمة، يعني ما غاديش يكون الصراحة كينافس يعني المواقع الجديدة اللي كاينة دابا ولا هادي. كيف ما كتشوفوا كاين هاد التومبليت أو هاد التيم هذا اللي سميتو SEO Plus. أنا غادي نوريه لكم دابا. هذا الصراحة كيتعتبر من أحسن يعني لي تومبليت ديال البلوجر اللي تقدروا تشريوها وتستثمروا واحد 5 دولار فيها، اللي غادي يغنيكم يعني بالكامل على كاع صداع الراس، وغتاخدوا واحد الحاجة اللي غتكون متوافقة مع الSEO، متوافقة مع المعايير ديال جوجل، متجاوب يعني responsive design،
والصراحة فيه بزاف ديال الخاصيات. أنا بنفسي عندي مدونات واخدهم يعني يعني وكما قلت مثبت هاد الtemplate ديال SEO Plus عليهم، والصراحة ما عمري لقيت المشاكل فيهم، تيعطيو حتى المظهر يعني مظهر زوين، وكيف ما كنقولوا فيه داك الشيء اللي خاص يكون يعني كموقع متجاوب وسريع وخفيف. بالنسبة للإعدادات اللي هي تتبقى صراحة من أهم الأمور اللي خاصكم تركزوا عليها ملي تكونوا كتبنيو مدونة ديالكم. العنوان كيف ما كتشوفوا ديال المدونة، الوصف تاع الموقع ديالكم، أشنو هو المحتوى اللي كتعرضوه أو اللي كتضيفوه في هذه المدونة أو الموقع ديالكم، اللغة ديال المدونة إلا كان شي واحد فيكم كيستهدف يعني محتوى أجنبي، ألماني، فرنسي، إيطالي، إنجليزي، كيبدل اللغة من هنايا باش يكون متوافق يعني مع المحتوى اللي كيدير. هنا إلا كان محتوى للبالغين ضروري ما تفعلوا هذه الخاصية، يعني شي حاجة اللي ما كيقدرش أن الأطفال يشوفوها ولا يقراوها، ضروري تفعلوا هذه الخاصية هذه. ورقم التعريف ديال القياس ديال الإحصاءات ديال جوجل راه كناخذوه من بعد يعني من جوجل سيرش كونسول ملي كنربطوها بها. هنا الرمز المفضل يعني اللوغو ديالكم، اللوغو غتصايبوه في كانفا، راه تعطيكم الصراحة يعني مئات ديال اللوغوات واخا بالنسخة المجانية، وحاولوا ما ديروه بسيط، جوج الألوان ماكسيموم باش يعني يبقى ديما يعني يعني محترم ديك المعايير ديال جوجل، وسيرتو ملي كتبغيو تبيعوا لجوجل ادسنس. بالنسبة للخصوصية هنا خاصكم تبقاو مفعلين هاد الخاصية هادي باش كتخليو أن المدونة ديالكم تظهر على محركات البحث. إلا درتو لها عدم التفعيل ما عمر يعني المدونة ولا الموقع ديالكم يبان على محركات البحث، يعني ما عمركم توصلوا لهاد الخاصية هادي. بالنسبة لإعدادات النشر هادو يعني غير يعني العنوان ديال المدونة ديالك إلا كنتي باغي تبدلو واحد النهار، في المثال لقيتي شي عنوان أفضل من الأول راه كتبدلو من هنا وكدير الحفظ وصافي، وكيتبدل يعني حتى في الURL ديال المدونة. بالنسبة للنطاق الخاص كيف ما قلت لكم ولا بد ضروري تاخذوه من بعد، تشريو هذاك النطاق اللي يكون اساسي ما يكونش فرعي وتربطوه من هنايا. بالنسبه ل HTTPS يعني هذا واحد البروتوكول ديال السيكوريتي يعني ديال الامان ديال الموقع ديالك. هذا بحال المرات ملي كتدخل شي موقع كتشوف ان يتعذر يعني في مثل الوصول الى هذا الموقع ولا بحال هاد الميساجات ولا بحال هاد الرسائل كيكون يعني فيه HTTP ما فيش HTTPS، يعني ما فيش بروتوكول ديال الحمايه. يعني هنا بلوجر كتوفروا لك يعني مجاني حتى هو، حيت هو كيبقى حتى هو مدفوع مع الاستضافات او الدومينات ملي كتاخذهم من عند الشركات الاخرى. بالنسبه للاذونات يعني كل حاجه متعلقه يعني بالناس اللي غادي تكون ان يا مؤلف يكتب معك شي محتوى، يا اما شي واحد يقدر انه يعدل او يقابل لك الموقع ديالك، يعني سواء من ناحيه هادشي ديال ديجيتال كتعطيه هذيك الصلاحيات وكتضيف يعني الايميل ديالو او الجيميل ديالو، من هنا كتعطيه ديك الصلاحيات اللي يقدر يديرهم على الموقع ديالك او المدونه ديالك. بالنسبه للمشاركات هنا فين كيبانوا يعني عدد المحتوى اللي يقدر يبان لك على الصفحه الرئيسيه ديالك، وانا كنفضل ديما يكون 15 الفوق، حيت كاينين اللي غادي يقول لك 10 5 ما يمكنش. بالنسبه للعرض المبسط للصور يعني هنايا هاد ثلاثه الخاصيات ولا بدا يبقاو مفعلين بثلاثه، خاصكم تفعلوهم ولا لقيتهم ما مفعلينش فعلوهم، حيت هادو عندهم علاقه بالسرعه والخفه ديال الموقع ديالك بالنسبه للصور. حيت وبالنسبه لهاد التحميل ديال الكسول هو اللي زين لودين غتسمعوها ملي غتدخلوا للعالم ديال التدوين، اللي عندها علاقة يعني باللغة ديال CSS، هو واحد الكود اللي كيخلي أن الصور تحمل من بعد النص ديال الموقع ديالك. بالنسبة لهاد ويب بي هي واحد الفورما يعني ديال الصور، كاين JPG كاين PNG. هاد ويب بي كتبقى واحد الفورما اللي كانت ظهرت مؤخرا هاد الأعوام الأخيرة، والصراحة كانت خلات يعني لا كاليتي دي زيماج يكونوا يعني بواحد لا كاليتي زوينة بزاف، وفي نفس الوقت يكونوا خفافين على الموقع ديالك. وهاد الشي كامل راه كتركز عليه جوجل بزاف، سيرتو عند القبول ديال جوجل ادسنس. التعليقات كل ما كيتعلق بالتعليقات اللي كتوصلك على الموقع ديالك، يعني فيما كان شي زائر دار شي تعليق راه من هنا كيجيوك يعني حتى تنبيهات على الايميل ديالك بعدا اولا، ومن بعد كيكون انت عندك واحد التحكم يا سواء دير الموافقه او ما دير عدم الموافقه على شي تعليق الا كان في المثل مخالف يعني القوانين ديال الموقع ديالك. بالنسبه للبريد الالكتروني هنا اي حاجه متعلقه بالتنبيهات اللي كتوصلك على البريد الالكتروني ديالك، يعني فيما كان شي تحديث يعني على الموقع ديالك او على المدونه ديالك، يعني الا كان شي واحد خدام معك دار شي تغيير في محتوى ولا حط شي محتوى راه كيجيوك تنبيهات يعني على البريد الالكتروني ديالك، او كانوا تعاليق، ولكن فيما كان نعم ديما باش تبقى ديما على اطلاع
كل ما كيطرا أو كيوقع على الموقع ديالك. بالنسبة للتنسيق ضروري ما تقادوا يعني التوقيت أو التاريخ على حساب المنطقة نتوما اللي مستهدفينها. إلا كنتو ديروا محتوى عربي على حساب الدولة اللي نتوما خدامين فيها، كان شي محتوى أجنبي مثلا على حساب يعني إنجليزي أو ألماني أو كما كان نوعو، حيت كاينين بعض المرات يعني الكتابة ديال التاريخ أو الكتابة ديال التوقيت كتختلف من منطقة إلى أخرى، ضروري تكونوا على اطلاع بهذه المسألة هذه. بالنسبة للعلامة الوصفية يعني هي داك الوصف ديال البحث. ملي كدير شي حاجة كتكتب شي حاجة في يعني في صندوق البحث على جوجل ولا شي حاجة كيطلعوك ديك النتائج كيف ما كتشوفوا هنايا. هادو هما يعني وصف البحث. هاد الوصف البحث ضروري ما يكون متوافق مع المعايير ديال الSEO باش حتى نتوما تظهروا على محركات البحث. بالنسبة للأخطاء يعني والعمليات ديال التوجيه، يعني إعادة التوجيه هذه كل ما كيتعلق بشي خطأ أولا شي يعني خلل اللي كان في شي صفحة عندك في على الموقع ديالك، كتطلع لي هاد الصفحة هادي يعني كرسالة كتقول لي في المثال تاع الدار عدم توفر هاد الصفحة ولا هادي، وديك الساعة كيدار واحد عملية توجيه يعني للصفحة الرئيسية أو أي صفحة أنت بغيتيها. يعني من هنا أنت كتقاد هاد المسائل كاملة من هنايا. هاد برامج الزحف والفراسة هادي كلشي كيتعلق بجوجل سيرش كونسول حتى هي عندها واحد يعني إعدادات ضروري خاصها فيديو منفصل. تحقيق الربح نفس الشيء، هذا واحد التكست يعني واحد التكستيفاي ملي كتبغي دير ديك الساعة التفعيل يعني جوجل ادسنس كتعطيه لك باش ديك الساعة كتحطو هنايا وكدير التفعيل ديالو باش ديك الساعة كيتفاعل عندك الإشهار على الموقع ديالك، وكتكون كتقدر تستافد ديك الساعة من العائد المادي. بالنسبة لإدارة المدونة هنا كل ما كيستير هذا المحتوى أو الاحتفاظ بنسخة احتياطية في المثال ديما حاولوا ديروها باش لا وقعت شي حاجة في المدونة ديالكم كتلقاو ديك الساعة أن عندكم واحد النسخة. وهنا كتشوفوا حتى الفيديوهات اللي عندكم، الوسائط يعني كاع العلاقة بالصور، أي محتوى كيبان لكم هنايا. وبالنسبة لإزالة المدونة، إزالة المدونة إلا كنتي شي نهار باغي تحذف يعني المدونة بمرة راه كتضغط عليها وكدير حذف وكتبع هذوك المراحل وكتمسحها يعني بمرة واحدة، كتبقى واقيلا 90 يوم. إلا عاودتي رجعتي ولا شي حاجة راه كتعاود تأكتيفا من بعد. بالنسبة لخلاصة المواقع الإلكترونية هذه كل ما كيتعلق بالRSS feed هذه خاصها حتى هي فيديو منفصل حيت ما يمكنش نشرحها يعني في هذا الفيديو هذا. فيها بزاف ديال الإعدادات باش كتحكم حتى أنت في داك الRSS feed اللي كتكون عندك يعني على المواقع وعلى محركات البحث، وكتكون حتى هي متوافقة خاصها تقاد بطريقة صحيحة يعني متوافقة مع المعايير ديال محركات البحث وديال تحسين محركات البحث باش أنت حتى كتستافد يعني من الزيارات ومن الترافيك يعني ديال الزوار واللي يجوا عندك بزاف ويدخلوا الموقع ديالك. بالنسبة للإعدادات العامة هذه كل ما كيخص يعني هذاك البروفايل ديالك أو الحساب ديالك على المدونة وكيفاش بغيتي كيبان على يعني في المثال ملي كتكتب شي ارتيكل ولا كتكتب شي محتوى يعني كيبان هذاك الكاتب أو المدون لتحت. كدير هنا الصورة ديالك وكدير بزاف د الحوايج. هادشي كيف ما قلت لكم باش ما نطولوش في هاد الفيديو بزاف، راه ضروري غادي يكون كل فيديو منفصل باش ديك الساعة اللي بغا شي حاجة غادي يتجه للنيشان داك الفيديو وغيشوف داكشي بالشرح التفصيلي والتطبيقي، وديك الساعة غادي يستافد ويكون ديك الساعة شرح كامل ووافي لجميع هاد المراحل أو جميع هاد الأقسام. قبل ما يسالي الفيديو ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب والشير ونتلاقاو في الفيديو الماجي.